اهلا بيكم، انا الاء والنهارده هعرفكم عن عادات سهله وبسيطه وما فيهاش اي مجهود ممكن ان احنا نبدا بيها عشان نغير من حياتنا للاحسن، عشان نقرب من ربنا اكتر، عشان حياتنا كلها تتغير. خليكم معايا. اول عاده هي التنفس صح. محتاجين ان احنا نرجع تاني نتنفس صح. دلوقتي وانتوا بتسمعوا الفيديو ده، قبل ما تسمعوا جمله التنفس صح كنتوا بتتنفسوا ازاي؟ مش عارفين، كلنا مش عارفين، كلنا بقينا مش مركزين في الطريقه اللي احنا بنتنفس بيها، لان هي حاجه بنعملها اوتوماتيك. واحنا اطفال صغيرين كنا بنعرف نتنفس صح، بناخد اكسجين كفايه لجسمنا ونخرج ثاني اكسيد الكربون اللي جسمنا مش محتاجه. لكن دلوقتي واحنا بنتكلم، واحنا بنعمل حاجه، واحنا بنتعلم حاجه، واحنا بنتفرج على حاجه، واحنا بنعمل اي حاجه، ما بنكونش مركزين للطريقه اللي احنا بنتنفس بيها. الطريقه اللي احنا بنتنفس بيها الايام دي سطحيه جدا جدا. محتاجين نرجع تاني نتنفس صح زي لما كنا بيبيهات صغيرين. ندخل الاكسجين كله لجسمنا ونحس بالاكسجين في جسمنا، ونخرج ثاني اكسيد الكربون بالراحه وبهدوء واحنا بنتكلم او احنا بنعمل اي حاجه. تاني عاده برضو ليها علاقه بالصحه الجسديه، وهي ان احنا نكون منتبهين لحركه جسمنا واحنا قاعدين، عاملين كده وموطيين ولا فاردين ظهرنا صح، واحنا بنوطي واحنا بنتحرك واحنا بنقعد واحنا بنقوم واحنا بنعمل اي حاجه، نعملها بطريقه صح ولا بطريقه بعد كده هتاثر قوي على جسمنا. محتاجين نكون منتبهين قوي قوي لحركه جسمنا في كل وقت. واحنا نايمين بطريقه صح تساعد جسمنا ان هو يرتاح، ولا نايمين بطريقه هنصحى من النوم منها واحنا ايدينا منمله وكتفنا وجعانا. والانتباه مش بس الطريقه اللي احنا بنتحرك بيها، الانتباه كمان للاكل اللي احنا بندخله جوه جسمنا. محتاجين ان احنا نغير علاقتنا بالاكل، وده مش هيحصل مره واحده، اكيد مش هطلبه منكم في الفيديو ده، لكن محتاجين ان احنا نكون منتبهين اللي احنا بناكله دلوقتي ده بيعمل ايه في جسمنا. مش بقول لحد يغير حاجه، بس واحنا بناكل نفكر احساسنا بالذنب اللي هيجي او احساسنا باللي احنا بناكله ده هيأثر علينا ازاي. ممكن واحده واحده ان هو يغير من عاداتنا الصحيه. احنا بنبدأ مع بعض من الصفر، بنبدأ مع بعض واحده واحده بخطوات بسيطه. اول خطوه فيها هي الانتباه والوعي. بنرجع تاني الانتباه والوعي لجسمنا، الطريقه اللي احنا بنتنفس بيها، الحركه اللي احنا بنتحركها، والحاجات اللي احنا بندخلها جوه جسمنا. عايزين علاقتنا بجسمنا ما تكونش بس علاقه شهوانيه، انا جعانه فهاكل، انا محتاجه سكريات فهاكل سكريات، واو محشي، واو ممبار. طبعا بقول ان احنا ناكل الحاجات دي كلها، مش ما ناكلهاش، بس بالعقل. نفكر واحنا بناكل، نفكر الاكل ده هيأثر على جسمنا بالسلب ولا بالايجاب. دي العادات اللي هتخلي صحتنا الجسدية احسن، ولما صحتنا الجسدية تكون احسن الاداء بتاعنا هيكون احسن، هنقدر ان احنا نطور نفسنا احسن، هنقدر ان احنا نعبد ربنا احسن، ان احنا نتعلم احسن، وان احنا نعمل كل حاجة احسن. طيب بالنسبة لعلاقتنا بربنا، لو عايزين نقرب من ربنا بس مش قادرين، مش عارفين، ايه العادات البسيطة قوي قوي او الخطوات البسيطة قوي قوي اللي ممكن ان احنا نعملها تخلينا نقرب من ربنا؟ مش هقول لكم انتظموا في الصلاة، اقروا قرآن، صوموا، اعملوا. مش هقول اي حاجة من دي خالص. كل اللي هقوله ان احنا محتاجين ان احنا نتعلم اكتر عن ربنا، نعرف اكتر عن ربنا. جهزوا بلاي ليست فيها كلام يكون بيعرفكم عن ربنا. هتلاقوا حاجات كتير على يوتيوب، ساوند كلاود، هتلاقوا محاضرات ببلاش، هتلاقوا كورسات، دورات كاملة ببلاش، هتلاقوا كل حاجة. محتاجين ان احنا نبدأ نتعرف على ربنا، كرم ربنا، وعلى صفات ربنا. لو في محاضرات او حلقات تقدروا ان انتوا تروحوا بنفسكم تحضروها، ما يبقاش بس مجرد شاشة قدام شاشة، يا ريت تعملوا كده. ده برضو هيقربكم من ربنا. وبحس ان التزامنا او ان احنا نسمع حاجة دي اسهل في ان احنا نعملها عن ان احنا ننتظم في الصلاة، او ان احنا نثبت على حاجة ليها علاقة بالعبادات. فعلشان نقوي علاقتنا بربنا محتاجين ان احنا نتعلم عن ربنا، ولو بحاجات بسيطة، اسماء الله الحسنى، لأي حاجة، حاجات تقربنا من ربنا وتعرفنا عن ربنا اكتر، تقرب روحنا من ربنا. ودايما في حاجة تانية هتقدري انت تعمليها. قادرة تقومي تتوضي وصلي، قومي تتوضي وصلي. مش قادرة تقومي تتوضي وصلي وفي مصحف جنبك، امسكي المصحف، افتحي القرآن على الموبايل واقري حتى ايتين، اي حاجة. مش قادرة تعملي ده ولا ده، سبحي ربنا واستغفري ربنا. دايما في حاجة
بسيطة تقدري انت تعمليها. الشيطان لو وقعك شوية ارجعي تاني قومي بالحاجات البسيطة دي. انت قومي نفسك، مش قادرة ان انت تصلي زي ما قلنا، شوفي الحاجة اللي انت قادرة تعمليها واعمليها. اي حاجة كويسة، اكتبي دعوة على الفيسبوك، اي حاجة اعمليها بنية ان انت تقدري ان انت تعملي الحاجة اللي انت محتاجاها، زي الصلاة او الصوم او الحاجات الكبيرة التانية. هي مش حاجات كبيرة، انا عارفة ان هي في الاول لما بنكون بعاد عن ربنا، في مسافة بيننا وبين ربنا، بتكون حاجات كبيرة، لكن مع الوقت واحدة واحدة لما نبدأ بالراحة بنقدر ان احنا نعمل كل الحاجات دي ومبتكونش كبيرة خالص علينا. اي طريق عايزه تمشي فيه حاجه كبيره عايزه ان انت تحققيها، كسريها لحاجات صغيره، حاجات صغيره تقدري ان انت تعمليها بانتظام توصلك في الاخر للهدف الكبير بتاعك. عايزه تتعلمي لغه جديده، شوفي ابسط حاجه ممكن تعمليها علشان تبداي بيها هي ايه، وابداي بيها على طول. ومش هعرف اخلص الفيديو من غير ما اقول لكم انكم لازم تخططوا ولازم تكتبوا، لازم يكون معاكم ورقه وقلم مسحبينهم، اكتبوا فيهم الحاجات اللي انتوا بتفكروا فيها، اكتبوا الحاجات اللي شغلاكوا والحاجات اللي انتوا عايزين تحققوها، الحاجات اللي عايزين تعملوها، حاجات عايزين تخلصوها، اي حاجات حاسين بيها، حاجات مزعلاكوا، حاجات مضايقاكوا، حاجات ممتنين ليها، اي حاجة مجرد ما بتكتبيها بايدك على ورقة تفكيرك فيها بيتغير خالص. علاج نفسي ببلاش، فري ثيرابيست، التدوين، التخطيط، الورقة والقلم. دايما خلي معاكي ورقة وقلم، صاحبي الورقة والقلم، خطوة بسيطة خالص، اكتبي اي حاجة فيهم، اكتبي الحاجة اللي تقدري ان انت تكتبيها. واحدة واحدة لما تبدأي كده تقدري انك تنظمي افكارك، لما مخك يتنظم ويومك يتنظم هتقدري تحققي كل اللي انت عايزاه وتخلصي كل اللي انت عايزاه. وكده هنبقى خلصنا الفيديو. يا رب تبقوا استفدتوا باي حاجة، فكرة بسيطة. حاولوا تجاهدوا نفسكم، مفيش فيديو هيغير لكم حياتكم، مفيش معالج هيغير لكم حياتكم، مفيش لايف كوتش هيغير لكم حياتكم. الحياة دي مسؤوليتنا احنا اللي لازم نتعب ونسعى فيها علشان نقدر ان احنا نغيرها. مفيش عصاية سحرية للأسف في الدنيا، احنا اللي لازم ان احنا نبذل مجهود. لو احتاجتي اي مساعدة انا آلاء بدر لايف كوتش موجودة معاكي، تقدري انك تبعتيلي على السمرة او اكتبيلي كومنت وانا هتواصل معاكي وبس.